بس يا جماعة هنا الفساتين دي فساتين يعني تدل على الصيف خالص. وهنا الجنسات دي جميلة اوي، لبس كاجوال قوي يا جماعه، مريح مريح جدا. هنا الجيبة دي جاية شبه الفستان اللي ورا. فين الجيبة اهي دي، ما دي جيبة وعليها القميص. الفستان ده شبه السنة دي الستايل. اه الفستان شبه البنطلون والتيشيرت ده، الفستان ده. بس يا جماعة احنا كل ما بنلاقي كده شيات او كان بصراحة تحفة وجميلة. شايفين بس جذبة سندريلا دي شكلها حلوة قوي. لا مش حسام ازاز. مش الشوز لوحدها، لا ومعاها الشنطة كمان. دي شنط كبيرة بقى، لكن اللي فاتوا كلهم كانت شنط صغيرة. طبعا حاجات المصيف دي جميلة قوي، يعني حاجات صيفي جميلة وشكلها مريح، يعني عارفة ما تلبسيها، في حاجات تلبسيها ترتاحي لها وفي حاجات ما ترتاحي لهاش. الشنطة دي حاساها عاملة زي الاسطوانات. الاسطوانات مكسرينها حتت وحاطينها. هنا بقى برضه دي كلها أشكال الشنط دي. صراحة أحلى لون للشنط هو البيج. البيجات والبنيات برضه، البنيات جميلة. الأبيض مش بيبقى حلو قوي في الشنط. وطبعا الأسود أساسي، بس البنيات والبيجات دي جميلة. الأسود تحس إنه غامق شوية، لكن بصوا أكترها أساسا دولها بيج. بيج. بصوا السكارف ديت يا جماعة بتبقى حلوة قوي. هو البيج طالع موضة أوي السنة دي، فالبيج والنبيتي برضه. والنبيتي النبيتي يعني كتير قوي منه. النبيتي برضه شكله حلو. مفيهاش تعب خالص، مريحة جدا. دي كوتشيات عملية، دي اللي هو تلبسوها في أي مكان رايحينه محتاج مشي أو كده، فبتلبسوا الحاجات دي. حاجات مصيف دي. مصايف. والشنط دي برضه شنط بقى بتاع المصايف. هلا بصي كوتشيات الأطفال دي صنادل. طبعا الأطفال لو هم هنا هيلاقوا حاجتهم يعني ومرتاحين ويبقوا حاجات جميلة. حاجات شكلها جميل أوي تجذب. الألوانات جميلة أوي. لسه كوتشيات الأطفال دي كوتشيات الأطفال دي تلاقيها ألوانها جميلة أوي، عشان الأطفال بيحبوا الألوان شوية. دي جزم برضو بتاعت أطفال كوتشيات. ولا التانية بنات. طبعا بقى حبايبي متنسونيش في اللايك وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بعمله، وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا جماعه اللبس هنا روعه. البدله دي تحفه. هو ايه مش عارفه جايبينه ازاي. ده هو تيشيرت اللي فوق ومنطقه ايه الابيض عليه قميص اللي ورا الجنب ده قميص. ده ايه لازق فيه ولا ده قطعتين ولا ايه؟ معرفش، مخليه شكله وحش بصراحه. لا ولا في طبقات كتير. تبقى حلوه. صح. طبعا بقى حبايبي احنا هنا طبعا رايحين نعمل مشتريات العيد، طبعا عيد الاضحى كل سنه وانتم طيبين، لكن طبعا مش هننسى الصيف، لان الصيف طبعا اوله مايوهات، فالمايوهات هنا بصراحه عارضينها بشكل جميل وشكل الوانها كمان تحفه بصراحه، حاجه يعني تزغلل العين. فهنا حتى المايو مع شنطته مع البرنيطه طبعا الخوص او طواقي الخوص شكلها جميل تحفه قوي، وكل بصراحه واحده يعني ماشيه مع المايوهات بصراحه، حاجات تزغلل العين وحاجات جميله خطيره والوانها تحفه. فطبعا الصيف عايز طبعا الوان وعايز مصايف وعايز خروجات وعايز حاجات حلوه غير الشتاء خالص. فهنا بصراحه المول حاطط حاجات جميله مش سايب حاجه. صيف الشنطه بس الطواقي. يا جماعه هنا لقينا ايه زي حاجات كده اثريه صغيره كده، مش لسه ام كلثوم طبعا. ام كلثوم والفرقه بتاعتها وراها. الفرقه بتاعتها ده عبد الحليم برضه ولا عندي؟ ما اعرفش الجاكيت البني ده ايه؟ الاسود ده عبد الحليم. اللي تحت ده عبد الحليم، دي ام كلثوم. معرفش مين. انا فكرت هنا اللي فوق دي حاجات بقى تبع الفراعنه كده، اللي فوق ده كله لذيذ في قلب المركب. هنا تحت برضه في حاجات تانية شايفين. فوق دي عاملين الكبير ام كلثوم برضه وعبد الحليم. الناس اللي عملتها الناس العظيمه دي. ده عادي. ده الشمس ده كبير قوي صح؟ كبير احمد. بص عبد الحليم برضه وده ابو بندقية ده اسمه ايه؟ لسه قايله عادل امام.
بس في اهرامات برضه. بس يا جماعة برضو المايوهات تاني أشكال تانية غير الأشكال اللي وريناها لكم. شايفين شكلها حلوة. وهنا في برضه العبايات دي شكلها حلو برضه. في هنا يا جماعة كمية مايوهات أشكال حرفيا أشكال كتير. وألوان تحفة أوي وحلوة أوي. بصوا يا جماعة هنا بوكيهات ورد عاملة كأنها بوكيهات ورد زي شوكولاتة. شوكولاته معموله عليها بوكي ورد. شايفين يعني دي جوه كده شوكولاتة. شكلها حلو اوي. طبعا هنا بقى حبايبي، طبعا احنا ما سيبناش حته في المول دي الا جميلة برضه. اوي. هنا الجزء ده دي الشوكولاتات، يعني بوكيهات الورد دي كلها يعني اللي يشوفها يفكرها بوكيه ورد، لكن هي شوكولاته فشكلها تحفه وجميل قوي، معموله بطريقه خطيره. فطبعا احنا داخلين على اعياد وكده، فطبعا اللي بيشتري منه اشترى بوكيه ورد ومنه اشترى لسه اللي رأس هو الواحد يكون يعني منها. بوكيه يعني زي منظر المحنكة. يعني كأنه علبه شوكولاته بس على هيئه بوكيه ورد، فشكلها بصي تحفه البامبي وجميل دي قوي. شكلها جميل. طبعا لو عرايس او عرسان شكلها يعني حلو. بياخدوا الحاجات دي بيستفادوا بيها. أيوة البامبي طبعا لو زياره في الاعياد برضه بتبقى شكلها تحفه شكلها جميل وجميل. اوي. الحاجات دي محدش شاكل صراحه منها ده خساره ياخدها خساره يشيل. ان الواحد ياكلها. يعني لما الواحد يجيبها حتى لو حطها منظر كده واي ضيف جولك في البيت، فبصراحه منظر تحفه، يعني اي حد بيشوفها بصي يا بتعجبه. جماعة الفساتين دي شكلها جميل يا اوي. جماعة الأفراح بقى وكده اللي في العيد. خصوصا الأبيض ده أحلى. الافراح حلوة كلها أوي. تبقى في العيد بقى، وكل عايز فساتين سواري بقى وفساتين سهر. شايفين تحفة. شكله جميل اوي، تحسي بتاع تنة ورنة. بصوا ده كمان شكله حلو. دي حلوة أوي يا جماعة بجد. ده تحفة. روعة. حتى الطقم اللي جنبه ده الجاكيت الموف ده، البنطلون ده الاسود بتاعه، فطقم برضه حلو قوي. هنا بقى حبايبي برضو مستمرين بندور طبعا على مشتريات العيد. هنا دخلنا بقى المحل فيه حاجات الصراحه جميله. فهنا يعني في الجيبات اللي هي الواسعه، احنا قلنا طبعا البوليات والبيجات والحاجات دي، فطبعا موضه اول الصيف ده بصراحه الحاجات خطيره وجميله. احنا بنرتاح للمول لان انت بتخشي بتدوري على الحاجه براحتك، وبصراحه واسع وكبير، غير ما بره بتبقى المكان مثلا محل صغير وبتلاقي مثلا مش واخده راحتك، مش عارفه تنقي، بيبقى في حد مثلا بيبقى قاعد. لكن هنا براحتك خالص ومن وسع وكده بتنقي حاجات كتير، محلات ياما، فبصراحه مريح قوي بيريحنا. فهنا برضو من نفس المايوهات برضو برضو عارضينها عشان الصيف، لان هو العيد هيخلص وهتلاقي في ناس بتصيف في قلب العيد، فده مطلوب وده مطلوب. فهم حطوا كله على اساس اللي عايز ينقي مايوهات، اللي عايز حاجات المصيف، اللي عايز مشتريات للعيد، وبتنفع برضو للصيف. يعني حاجات الصيف كلها بس زي ما انتم شايفينها واسعه وشكلها جميل ومريح، والوانها بصراحه خطيره. فالصيف ده بصراحه طلع حاجات جميله. يعني الصيف اللي فات واللي قبله تحسي حاجات تقليديه، يعني كانوا بيقلدوا يعني اللي فات او اللي قبله. لا الصيف ده حاجات جميله قوي شفناها بصراحه، حاجات جميله ومريحه والوانها بصراحه حلوه. فلسه بننقي معاكم كده. فهنا بقى لسه الفساتين دي برضو شكلها شيك وجميله، وخصوصا ان هي في استك في الوسط، فبتلبس مقاسات ياما مريحه لاي حد يلبسها، وعليها سكارف كده شكله جميل قوي. والمناطيل الجينز برضو مستمره، مفيش طبعا انقطاع في اي صيف ولا في اي شتاء على المناطيل الجينز، يعني هي ماشيه طول السنه. ولسه هنا برضو يعني بوريكم الحاجات اللي موجوده، يعني حاطين انواع خطيره وانواع جميله قوي، وطبعا ما كل واحد وذوقه ويحب يلبس. طبعا والشميز هنا طبعا موجود ومستمر، لان ده كل صيف بصراحه بنلاقيه، فحاجه ما بتبطلش، يعني حاجه جميله. هنا طبعا الطرح موجوده بالوانها بانواعها، يعني اشكال خطيره وجميله. اللي عايزه مثلا في الصيف حاجه تليق على البحر، حاجه تليق على خروجه، حاجه تليق على مناسبه، كله بصراحه كله موجود، حاجات جميله حاجات خطيره. وهنا برضو الشميزات دي جميله. الالوان بتاعت الصيف الهاديه، يعني هنا في اصفر بس تحس ان هو هادي مش مزعج. ابيض طبعا ابيض ماشي مع كله، والاسود زي ما انتم شايفينه. فالابيض والاسود ده ما بيبطلوش نهائي لا صيف ولا شتاء. هنا برضو الطقم بص على بعض، يعني المناطيل اللي هي الواسعه مؤستك اللي بتلبس جميع المقاسات دي، يعني منتشره قوي وطالعه موضه قوي الصيف ده. ومعاها طبعا بننقي حاجه لايقه عليها، الشميز اللي فوقيها لايقه عليها، بتبقى طقم على بعضه طبعا.